واش الخوت، السلام عليكم. اليوم جيتكم موضوع جديد وفيديو جديد. بقاو معايا من الاول حتى الاخر، ما نساوش دعمونا بجيم وبابوني وبارطاج على بركه الله. علاش الراجل ما كيشدش في يد مراته فاش كيكونوا خارجين؟ حاولت انني نسول بعض الناس ولقيت مجموعه من الاجوبه وما قنعتنيش، وخرجت بواحد الخلاصه وعرفت انه كاين جوج حوايج كتخلي الراجل ما يشدش في يد مراته فاش كيكونوا خارجين. الحاجه الاولى ما كيكونش راضي بها، والحاجه الثانيه كيخاف من النظره ديال المجتمع صراحه عنده الصح والله، يشوفوه ويعيبوا على صواب، وهذه بحد ذاتها مشكله. والحاجه اللي بصراحه اللي جاتني غريبه ومتناقضه هو الراجل فاش كيكون صاحب مثلا يقدر يشد ليها في يديها. صراحه الخوت والله ما خلى لي ما نقول هذا السيد هذا، والله ما خلى لي ما نقول. بقى معنا ما نقولش الحرام. دابا عطينا ديك الودينه واسمع الهضره مزيان اللي غادي نقول لك. حنا في المجتمع ديالنا ومع الوالدين ما تربيناش نشوفوا الاب كيقول حبيبه او كبيده للزوجه ديالو قدام الاولاد، او اي كلام كيعبر على المشاعر ديالو للزوجه ديالو قدام الاولاد. علاش زعما عيب ولا حرام؟ جا اللي كتجيني غريبه هو ان الراجل اللي يقدر يبارطاجي العنف او معيور مثلا كلام ساقط لمرته قدام الاولاد وشيء عادي بالنسبه ليه، وبالنسبه ليه رجوله. وهذا اكبر مشكل كيعانيو منه الناس. بيرسونيلمون انا كنعتبرو جهل وقله الوعي. سمع هاد القصه اللي غنقول لك وخذ منها عبره، هي قصه واقعيه. هذه واحد المراه تزوجت بواحد الراجل، وهذا الراجل هذا عمره ما كان كيهتم بها. انا كنهضرش على الاهتمام الجنسي، كنهضر على الاهتمام العاطفي. كان ديما كيركز في الخدمه وكان كيقضي الاوقات ديالو كامله في الخدمه صراحه. ما كانش كيعطيها الوقت ديالو الخاص بها هي. وهاد المراه هذه واحد النهار حسات براسها راه فل، يعني ما بقاتش قادة انها تزيد مع السيد. بغات تمشي عند طبيب نفساني، مشات عند طبيب نفساني وعاودت ليه الحاله ديالها. وهذا الطبيب هذا بقى كيدير معاها بهضره زوينه، والهضره اللي محتاجاها هي في الاصل خصها تسمعها من راجلها. صدقات تعلقات بداك الطبيب. وهذا المشكل ماشي مشكل ديال المراه، وهذا المشكل هو المشكل ديال الراجل اللي نسى الدور ديالو كراجل وكزوج. خاصك تعرف على ان المراه بالفطره ديالها ما كتسناش من الراجل انك دير لها الراج ولا دير لها العماره، ولا المراه كتسنى منك الاهتمام والكلام الزوين اكثر من اي حاجه في هذه الدنيا. المراه كتسنى منك تعطيها الوقت ديالها، المراه كتسنى انك تشد لها في يديها وتحسسها انها عندها قيمه، ماشي ما راضيش بها. بالعكس خاصك تكون فخور بها وتزيد تشكرها على المجهودات اللي كدير كزوجه. خاصك تعرف على ان المراه كرمها الله سبحانه وتعالى وعطاها صوره في القران. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لك؟ قال لك اكرموا النساء والله ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم انهن المؤنسات الغاليات الى اخره. خاصك تعرف على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كثره الحب ديالو لامنا عائشه رضي الله عنها كان كيقول لا تأذوني في عائشه. كثره الحب ديالو ليها لا تأذوني في عائشه. كثره الحب ديالو لعائشه رضي الله عنها حب الجيش على قدو، جيش بالعتاد باش يقلب على عقد عائشه.